السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الرقاق الفلاحي بطريقة سهلة خالص وبسيطة. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. حبيت احط لكم المقدمة الحلوة ديت في اول الفيديو عشان خاطر يلا تشجعوا وتقوموا تشوفوا مصالح بيتكم. اول حاجه طبعا معايا الدقيق، طبعا نخلته حلو ونضفته عشان لو في اي حاجه تطلع في المنخل وانت بتنخليه. وبعد كده طبعا انا بعمل كميه كبيره لان بعبيها في اكياس وبحطها في الفريزر. وجبت الدقيق ونخلته وحطيت عليه شويه ملح، وجبت اللبن. طبعا انا كنت جايبه لبن كميه كبيره ودفيته كده عشان خاطر الجو سقع العجين ما يشدش معاك. هحط بقى اللبن وامسك ادوب الاول الدقيق باللبن بكل الحاجات دي. وبعد كده قلت العجين. طبعا هنا خلاص بعد ما لتيته ما حبيتش اطول عليكم الفيديو لان الفيديو كان مليان شغل النهارده. بعد ما لتيت العجين ودوبت الميه وخليت العجينه معاكي مظبوطه، لا هي لينه ولا هي لابسه، والمفروض تلينيها هزه صغيره عشان خاطر الجو ساقع والعجين بيشد معاك. حطيت بقى السمنة. طبعا الكمية السمنة دي مش ياما ولا حاجة. يعني ما تبقى مظبوطة على الكمية العجين اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هحط بقى السمنة وادوب وافضل الت فيها. اهم حاجة تلت العجين حلو عشان يطلع معاك مظبوط. هنا خلاص لتيته وظبطته وخلصته. هرش بقى اللوح ده شوية دقيق كده، او عايزة تحطي مثلا على عباية نظيفة او كده براحتك خالص. انا هرش دقيق كده. طبعا احنا لنا سنين بنعمل الحاجة كده. همسكه بقى اجرسه. يعني الواحدة كبيرة شوية عشان خاطر الرقاقة تبقى معاكي كبيرة ومظبوطة وحلو. يوم النهاردة حبيت اجدهولكم يعني عند حماتي. ما حبيتش احط معاها روتين في شقتي او كده. حطيته بالطبيعة بتاعته زي ما عملت في يومي. حطيته لكم بالتفصيل. طبعا كان في فيديو برضو لشقتي فوق بعد ما خلصت خبز وخلصت كل ده. بس انا حبيت احط لكم الفيديو يعني اليوم كله عند حماتي تحت، خبيز وغدا وكل حاجه النهارده هقدمها لكم في الفيديو. يا رب الفيديوهات بتاعتي كده تكون بتعجبكم. طبعا خلصت وغطيته زي ما انتم شايفين كده وسبته يرتاح عشان خاطر لما تيجي تخبزيه يفرد معاك على طول ويبقى مظبوط معاك. هشوف بقى اللي ورايا على ما يرتاح خالص براحته. مسكت كده اوضه الجلوس ديت، مسكتها نفضتها ورتبتها حلو. وبعد كده كنستها وكنست الصاله. والمطبخ برضو غسلت المواعين وخلصت كل اللي ورايا. وعملت برضو الغدا قبل ما اقعد اغبي. سبته ارتاح براحته خالص عشان خاطر لما اجي اخبزه يفرد معايا على طول. وطبعا انا كنت ملاينه العجينه وخليها مظبوطه. فما خدتش مني وقت ولا حاجه. طبعا دول شويه دقيق مكان العيال وكده. همسك الشرشوبة وهمسحهم على طول بيطلعوا على طول. همسك بقى المواعين. هنا ما كانوش مواعين ياما ولا حاجه، هغسلهم كده واكفيهم واسيبهم يتصفوا براحتهم. وهطبخ برضو معاكم النهارده باميه. هطبخ برضو شويه باميه كده واحطها في الفرن. وانا بخبز كده في ريحي. بس هنا خلاص هغسل شويه المواعين دولت واشطفهم كده واسيب كل حاجه نظيفه عشان لما اقعد الخبيز ما اقومش ورايا مثلا دار مكركبه او كده. وده طبعا ده كلته ان الجو سقع، فانا بسيب الحاجه تريح خالص عشان خاطر لما اجي اخبزها ما تتعبنيش في الخبيز. فيديو عادي خالص زي اي واحده في بيت حماتها. يعني اللي ورايا بعمله. طبعا اول حاجه بقوم من النوم طبعا بخلص يعني اللي ورايا. طبعا انا بقوم بدري وبخلص اللي ورايا في شقتي على حوالي تكون الساعه مثلا 9 كده. انزل بقى الطيور والحشد كلها. وبعد كده بشوف اللي ورايا في بيت حماتي. وبعد كده بطلع اعمل الغدا فوق. انا بعمل الغدا فوق عشان التصوير كده. انما لو ما فيش تصوير بعمله تحت عادي زي ما انتوا هتشوفوا النهارده في الفيديو. بحب بس عشان الإضاءة وكده. فبحب أعمل الغدا وأعمل لكم روتينات أكتر روتيناتي فوق في شقتي عشان خاطر الإضاءة وكل حاجة زي ما انتم شايفين كده. الإضاءة هنا مش حلوة. فما بحبش أكتر في الفيديوهات هنا يعني في بيت حماد. بس هنا خلاص خلصت المواعين وسبتها زي ما انتم شايفين كده. المكان اللي انتم شايفينه ده بسيبه يعني بكفي فيه الحلل والمواعين اللي هي كبيرة دي. والمواعين اللي هي الخفيفة بحطها على المطبقية زي ما انتم شفتوا كده.
بس هنا خلاص طبعا حطيت الحلة على النار، وحطيت فيها شوية زيت، وكنت مقشرة بصل وتوم وفلفل اخضر. قشرت كده بصلاية كبيرة وقرن فلفل اخضر وتلات اربع فصوص توم. قلبت كله، شوحته يا دوبك على النار، وبعد كده نزلت بالطماطم لحد ما اتسبكت، وبعد كده نزلت بالبامية. عملت طبخ بامية، وحطيت لها برضو مكعب مرق وشوية من الخلطة اللي انا بقول لكم عليها يعني. بس هنا خلاص طبعا البامية دي كانت بعد الخبيز يعني، وانا ما خلصت خبيز حطيتها في الفرن. بس انا حبيت احطها لكم مرة المقطع ده على طول عشان خاطر ما تهوش مني او كده. هنا بقى جبته خلاص، ده كنا في الاخر خالص، فحبيت اصور لكم برضو قبل ما اخلص خبيز. حبيت اصور لكم تلاتة او اربعة كده عشان تتفرجوا برضو وتشوفوا يعني يوم ماشي ازاي. طبعا الست بتاخد بتكبر لي شويه، وانا باخد اكمل واريح وازجها في الفرن على طول. طبعا اللي كان بيصورني يعني ما كانش ظابط ايده، فمعلش غصب عني على التصوير. همسك بقى الكمية كلها اخبزها زي ما انتوا شفتوا كده. وحطيت برضو البامية فريحة كده، كنت حطها على جنب يعني. طبعا انا بعمل على ناحية واحدة عشان خاطر الناحية التانية دي الشروكة بتاعتها بتحرق الحاجة، فانا عارفة فرن وظبطها وبعمل على ناحية واحدة. هعمل بقى الكمية كلها كده لحد ما تخلص معايا، وبعد كده هسيبه يبرد يعني خالص، واعبيه في اكياس واحطه في الفريزر. من لما نحتاج الكيس بطلع الكيس مسافة دقيقتين اتنين بيفك معاك وبيبقى طري وحلو معاك. يلا بقى قبل ما تنسي انزلي حط اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امر. وخلص يوم النهاردة، يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.